بسم الله الرحمن الرحيم. وصفتنا حبايبي ان شاء الله النهارده كده مع بعض هنعمل فيها وصفة سهلة وجميلة جدا ولذيذة وحاجة كده جميلة جدا. دي اسمها فطيرة طاقية السلطان. هنعملها مع بعض ازاي النهارده بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وازاي تطلع معاكي هشة كده. هقولك على الخطوات اللي هنعملها فيها واحدة واحدة، وايه الحاجات اللي انا لاحظتها فيها هقولك عليها. بس يلا في الاول كده، لو انت لسه مشتركتيش معايا في القناة اشتركي وفعلي زر الجرس على كلمة الاشتراك اللي باللون الاحمر، عشان انزل كل ما انزل فيديو جديد يوصلك باشعار، واعملي لايك وشير لو عجبك الفيديو بتاعي. زي ما احنا شايفين طالع معايا هشة وقطنية خالص. تعالى اقولك عملناها مع بعض ازاي. دول 3 كوبايات من الدقيق، هحط عليهم ربع معلقة صغيرة من الملح، وهنا 5 معالق كبيرة من السكر، سكر الحبيبات العادي بتاعنا خالص، معلقتين صغيرين من الخميرة. يبقى المكونات الجافة بتاعتي عبارة عن 3 كوبايات من الدقيق، رشة ملح، 5 معالق من السكر، معلقتين من الخميرة. هقلب كل المكونات الجافة دي كويس جدا مع بعض، ونلتزم بالتعليمات بتاعة المكونات هتطلع معاكي زي ما انت شفتيها معايا في الصورة بالظبط. بعد كده هعمل حفرة في النص كده واحط فيها ربع كوباية من الزيت، وطبعا مش لازم كوباية معيارية، لأي كوباية عندك وتوحدي بيها المقادير كلها. وعندي بيضة في درجة حرارة الغرفة، هاخد البياض بتاعها بس، وهخلي الصفار دلوقتي هقولك هنعمل بيه ايه. يبقى حطيت ربع كوباية من الزيت على بياض بيضة. ومكونات السائلة بتاعتي عبارة عن نص كوباية من اللبن الدافي، ونص كوباية من المية الفترة. يبقى كده لبن على مية، كوباية من السائل. وابدأ ان انا اقلب المكونات دي كلها مع بعض، المكونات الجافة مع المكونات السائلة بالمعلقة بتاعتي كده بطريقة سهلة وبسيطة خالص. هتلاقيها بتلم معاكي بالمعلقة، وبعد كده هستخدم ايدي في ان انا الم العجينة دي، عشان ايدي بتديني الملمس الصحيح للعجينة اذا كانت محتاجة دقيق او محتاجة سوائل. زي ما احنا شايفين هنا يا حبيبي كده، مهما تعجني بالمعلقة مش زي ما تعجني بايدك برضو. هنزلها بعد كده على الرخامة وابدأ اعجن فيها، فهلاحظ ان هي محتاجة معايا دقيق. نقول مقادير العجينة دي تاني مع بعض. عبارة عن 3 كوبايات من الدقيق، عليهم رشة من الملح، معلقتين من الخميرة، 5 معالق من السكر. دي المكونات الجافة. هنا انا حطيت كمان ربع كوباية من الدقيق عشان تلم معايا، لان العجينة كانت طرية زيادة عن اللزوم. وطبعا الوصفة دي العجينة فيها بتكون طرية، بمعنى ان هي تكون طرية بس ما بتلزقش في الايد، لان انا مش عايزة العجينة تكون معايا ناشفة عشان تطلعها معايا هشة وقطنية. هعجنها كويس جدا، وهزود كمان باقي ربع كوباية الدقيق. يبقى المكونات الجافة كانت عبارة عن 3 كوبايات من الدقيق، وكمان استخدمت ربع كوباية. المكونات السائلة بقى كمان عبارة عن ربع كوباية من الزيت، عليها كوباية مية على لبن، عليها بياض بضاية. دي بالنسبة للمكونات السائلة اللي انا عجنت بيها العجينة بتاعتي دي. وهلاحظ برضو ان هي لسه بتلزق في ايدي. هاخد باقي شوية الدقيق اللي فاضلين معايا فيه، وبتطلع معاكي مظبوطة 3 كوبايات وربع من الدقيق. هقسم العجينة بتاعتي كده بايديا كده بالنظر بالقسمين على نصين بالظبط، وهحطها في طبقين ونشوف هنكمل بقية وصفتنا ازاي. هنا عندي العجينة دي هحط عليها معلقتين من الزيت، وممكن تحطي مكعبين من الزبدة، يا زبدة يا زيت زي ما بتحبي. وابدأ ان انا اشرب الزيت كده في العجينة، وهتلاحظي ان هي بتتقطع معاكي كده في الاول، وبعد كده هتلم معاكي وتكور وتبقى عجينة كويسة جدا. معلقتين الزيت دول مهمين جدا، لان هما دول اللي بيدوا الطراوة ويخلي العجينة معاكي هشة وقطنية. مش ممكن تستغني عنهم في الوصفة دي. وتعجنيها هنا كويس جدا لحد الزيت ما يشرب معايا كويس خالص. هنا خلاص انا عجنتها وبقت معايا كويسة. هجيب النص التاني من العجينة، هحط عليه معلقتين من الزيت برضو بنفس الطريقة، او ممكن تستبدليهم بمكعبين من الزبدة. عفوا. وبعد كده هحط معايا عندي كاكاو خام عشان اخلي دي بالشوكولاتة، هاخد منه من معلقة لمعلقتين من الكاكاو، وابدأ ان انا اعجنهم برضو بايديا كويس جدا لحد العجينة دي ما تشرب معلقتين الزيت ومعلقتين الكاكاو.
وهتلاحظوا ان هي بتقطع معاكي في الاول برضو نفس النظام في العجينة الاولانية، وبعد كده هتظبط معاكي وتكور وتكون عجينة كويسة جدا. ما تنسيش بقى لو انتي لسه اول مرة بتشوفيني تشتركي معايا في القناة وتفعلي زر الجرس على كلمة الاشتراك اللي باللون الاحمر عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك باشعار، واعمليلي لايك وشير لو عجبك الفيديو بتاعي وعجبك المحتوى اللي انا بقدمه على القناة. ما تنسنيش في اللايك والشير. هنا انا هاخد العجينة بتاعتي هلفها كده بورق استرتش، وهحطها في مكان دافي عشان تخمر العجينة اللي بالشوكولاتة وكمان العجينة البيضة. فهسخن الفرن بتاعي وبعدين اطفيه واحط فيه العجينة عشان ايه تخمر معاكي بسرعة. تقريبا بتاخد تلت ساعة، لكن لو سبتيها كده هتاخد معاكي ساعة. كده عندي العجينتين خلاص جاهزين اهوت، وكده بعد ما اختمروا معايا اخدوا معايا تقريبا تلت ساعة، لان انا كنت حاطاهم في الفرن بيكون دافي سخنته وبعدين طفيته. هنا يا حبايبي خلاص انا بطلع كده العجينة بتاعتي الخمر اللي فيها كده عشان وانا بفردها ما تعذبنيش. يبقى اول حاجة اطلع الخمر بتاعها وهاخد العجينة اللي بالشوكولاتة الاول اديها كده رشة من الدقيق على الرخامة بتاعتي وابدأ ان انا افرد فيها. فهتلاحظي ان انتي هنا وانتي بتفردي ان انتي كل ما بتفردي بتلم معاكي، بسيبها تريح شوية. بعد ما طلعت الخمر اللي كان فيها تسيبيها تريح معاكي شوية هتفرد معاكي كويس. هنا حبيبي خلاص انا سبتها ريحت شوية خلاص اهوت، وبدأت افردها بدأت تفرد معايا. هنلاحظ واحنا بنفرد كده ان انا عايزة الشكل بتاعها يكون مستطيل، قدر الامكان تخليه الشكل بتاعها مستطيل والسمك بتاعها ما يكونش تخين قوي ولا برضو يكون رفيع قوي، عشان هي لو رفيعة هتطلع معاكي عجينة ناشفة، ولو تخينة مش هتستوي من جوه. وابدأ ان انا افرد فيها كويس جدا كده زي ما احنا شايفين مع بعض في عجينة الشوكولاتة الاول. يبقى اول حاجة هفردها عجينة الشوكولاتة، وبعد كده هفرد عجينة الفانيليا او اللي يعجبك زي ما بتحبي، ولو عندك مكان طبعا تفردي دي جنب دي عشان تاخدي المقاسات كويس. فانا هاخدها كده المها احطها في مكان تاني على ما افرد العجينة اللي البيضة. هفرد بقى العجينة البيضة برضو بنفس الطريقة، اديت رشة كده من الدقيق على الوش ومن تحت ومن فوق، وبرضو كل ما تلم معاكي سيبيها تريح دقيقتين 3 او تيجي تفرديها هتفرد معاكي كويس جدا. برضو هديها نفس الشكل المستطيل، ونحاول قدر الامكان نخلي العجينتين قد بعض، مش فيش واحدة اكبر من التانية. هفرد كده زي ما احنا شايفين مع بعض العجينة، وهنلاحظ ان العجينة هنا طرية خالص زيادة شوية عن اي عجين بنستخدمه تاني. هجيب بقى عندي العجينة اللي بالشوكولاتة اهيت، هنزلها كده من على النشابة بتاعتي وافرد كده واسوي الحروف مع بعضيها بحيث ان انا اخليهم الاتنين كأنهم عجينة واحدة. وهجيبها كده معايا اعكسها بحيث ان هي تكون معايا بالطول علشان وانا بفردها والفها تديكي شكل بيضاوي. هلف كده وافرد بايدي، هتلاقي العجينة كل ما بتريح كل ما بتفرد معاكي كويس جدا. وهنشوف بقى هنحشي العجينة دي معانا ايه. عندك بقى الحشوات كتير جدا، ممكن تحشيها نوتيلا، تحشيها شوكولاتة، تحشيها اي حاجة. فانا هنا حطيت معلقتين من السكر البودر عليهم معلقتين من الكاكاو الخام البودرة العادي بتاعنا خالص، وتقلبهم على بعض هيديكي نفس النتيجة بتاعت الشوكولاتة اللي هي نوتيلا، شوكولاتة مكعبات، اي نوع شوكولاتة. لو عندك اي حشو انتي حابة تضيفيه ضيفيه. فانا هضيف اللي هو عبارة عن معلقتين من السكر عليهم معلقة من الكاكاو الخام، وهضيف كمان شوية من المكسرات بتدي طعم حلو برضو مع الفطيرة بتاعتنا دي. يبقى هضيف هنا حبة كده من المكسرات، اي نوع مكسرات موجودة عندك، وابدأ ان انا الف العجين بتاعتي رول كده، واحاول قدر المستطاع ان انا اخلي الاطراف بتاعتي دي تكون قد الحتت اللي تحت عشان ما تبقاش ليها سحبة كده، عشان كلها تكون متساوية مع بعضها. وانا تقريبا هلف 3/4 وهخلي الربع. يبقى هلف ال3/4 واخلي الربع زي ما احنا شايفين كده حبيبي مع بعض. وبعد كده هجيب عندي سكينة وابدأ ان انا اقطع الحروف زي ما احنا شايفين كده واحدة واحدة، هتلاقيها بتقطع معاكي بكل سهولة. وصفة سهلة وسريعة جدا، والطعم بتاعها تقريبا بيكون شبه طعم السينابون، يعني بيدي على طعم السينابون شوية في وصفة الفطيرة بتاعت في طاقية السلطان دي.
والف كده وانا بلف اسند كده بايدي من فوق ومن تحت عشان ما تتقطعش معاكي، لان لو شدتيها زيادة عن اللزوم هتتقطع معاكي. ونلف كده بطريقة سهلة وبسيطة خالص، اسندها بايدي كده واحدة واحدة والف كل الحبال اللي احنا عاملينها دي. طريقة سهلة وبسيطة خالص، جربي الوصفة دي ان شاء الله هتعجبك. ونلفها وبعد كده اكمل بقية لف الدايرة بتاعتي واحدة واحدة كده، بس كده تديكي بقى زي ما موضح معاكي في الفيديو كده. طبعا ما كونتش معايا هنا من على الاطراف كده حته رفيعه، لان انا حاولت قدر المستطاع اخليها دايره، واقفلهم على بعض كده، واجيب الصينيه بتاعتي وابدا احطها فيها عشان تختمر. عندي المقادير دي بتاخد صينيه مقاس 24، هجيب عندي صينيه مقاس 24 واديها دهنه من الزيت او دهنه من الزبده او السمنه او اي ماده دهنيه موجوده عندك، واحط الفطيره بتاعتي فيها كده وابدا ان انا اسويها. مش لازم تكون الصينيه ليها خرم من النص كده، مش لازم، بس يستحسن تكون صينيه ألمونيا عشان تديكي نتيجه كويسه في الخبيز بتاع العجينه دي. وهسيبها لحديها الاول دهنه كده من على الوش بصفار البيضه اللي كان فاضل معانا، هحط عليها حوالي معلقه من اللبن ومعلقه صغنونه خالص من الخل وفانيليا، علشان دي اللي بتقضي على اي زفاره موجوده في البيض. وابدا ان انا ادهن الوش بتاع الفطيره بتاعتي. وممكن طبعا تستغني عن الخطوه دي لو انتي الفرن بتاعك حامي، بحيث ان احنا عايزينها تاخد لون وتستوي بسرعه قبل ما تنشف. وهدهنها كويس جدا زي ما احنا شايفين كده حبايبي مع بعض. هدخلها بقى الفرن بتاعي، لا هسيبها تخمر زي ما احنا شايفين كده، هي كده اختمرت تقريبا بعد نص ساعة. هوريها لك كمان لما يعدي عليها ساعة هتلاقي الحجم بتاعها تضاعف اكتر واكتر في ان هي في الخمر بتاعها. هدخلها بقى في اللحظة دي، هدخلها الفرن على درجة حرارة 180، هتاخد معاكي تقريبا نص ساعة، وحسب درجة حرارة الفرن. كل ما الفرن بتاعك يكون حامي كل ما هتاخد وقت اقل. بس اهدي عليها النار عشان تستوي من جوه، بيطلع شكلها زي ما احنا شايفين كده حبايبي مع بعض، هشة وجميلة جدا. هغطيها كده بفوطة وتسيبيها تهدى شوية، وبعدين بمعلقة سيليكون كده السباتولا بتاعتي وابدأ ان انا اسلكها تطلع معاكي بكل سهولة. وبكده حبايبي تكون وصفتنا خلصت النهاردة. وصفة سهلة وسريعة وجميلة جدا، جربيها ان شاء الله هتعجبك. وما تنسينيش بقى في اللايك والشير، ولو انتي لسه ما اشتركتيش معايا في القناة اشتركي وفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار، واعملي لي لايك وشير. هنا يا حبايبي انا كنت بوريكي ازاي هي هشة وجميلة جدا، وكمان هوريكي حتة معايا في الطبق طالعة جميلة جدا، من اجمل الوصفات اللي ممكن تجربيها هي دي الوصفة بتاعتي دي. هنا طبعا انا كنت بحطها الاولاد طبعا مش مستنيين حتى لما اكمل تصوير. يلا نقول مع بعض مع السلامة.